واش عمرك تسألتي كيفاش واحد مليونير كان كيتصور غير مع الرؤساء والمشاهير طلع في الآخر متورط في أخطر شبكة إجرامية في العالم؟ واش بصح مات ولا غير تسكت؟ واش الوثائق اللي خرجت دابا غادي تكشف الحقيقة كاملة؟ خليك معايا باش نعرفوا حقيقة جيفري إبستين. وشكون هو جيفري إبستين؟ السلام عليكم. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي داير ضجة كبيرة في العالم كامل، قضية جيفري إبستين والوثائق الجديدة اللي خرجت عليه. شكون هو جيفري إبستين؟ هو رجل أمريكي ولد في 20 يناير 1953 في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة. بنى لنفسه شبكة علاقات واسعة مع سياسيين ورجال أعمال وشخصيات مشهورة. ارتكب عدة جرائم من بينها الاعتداء الجنسي على الفتيات القصيرات، ممارسة جرائم ضد هذه الفتيات القصيرات، الاتجار بالجنس، استغلال شبكات لجلب الفتيات. تحقيقات الشرطة بدات من بعد أن تقدم واحد من العائلات ديال هذوك الفتيات بلاغ عام 2005 على واحد البنت قاصر تعرضت للتحرش في المنزل ديالو، الشيء اللي خلى يبانوا بزاف ديال الضحايا. وهنا غادي تحدد عشرات ديال الضحايا. أول قضية وأول حكم في عام 2008 بعد سلسلة ديال التحقيقات تم التوصل إلى اتفاق قضائي غادي يخلي إبستين يقر بالذنب ديالو في تهم متعلقة بالاتجار بالجنس وقبول قاصر لممارسة الجنس، وتحكم عليه ب 13 شهر مع إطلاق سراح مشروط. إبستين كان مشهور بواحد الجزيرة اللي كانت مثيرة للجدل سميتها ليتل سانت جيمس، كانت في جزر الكاريبي. وذكرت المصادر أن هناك أماكن في الجزيرة ارتبطت بنشاطات جنسية غير قانونية. هذه الجزيرة صبحت رمز للفضيحة في وسائل الإعلام العالمي في السنوات الأخيرة، خصوصا في 2026 تم نشر ملايين الوثائق المتعلقة بإبستين من وزارة العدل الأمريكية لظهرات ومراسلات وعلاقات بينه وبين شخصيات عالمية وشخصيات بارزة، مما أثار جدل سياسي واسع في الصحف العالمية. ولكن هادشي ما كيخليناش أن هاد الشخصيات يكونوا مذنبين مع إبستين، ولكن راهم مذكورين في هاد الوثائق. نهاية إبستين غادي تكون في 10 أغسطس 2019 أثناء وجوده في سجن في نيويورك، كينتظر الحكم عليه بتهم الاتجار الجنسي، ولكن غادي يلقاوه ميت مشنوق في الزنزانة ديالو. صدرت السلطات بأنه انتحر شنقا، لكن هناك نظريات أخرى اللي شكات في الظروف المحيطة بالوفاة ديالو. علاش مازال القصة كتصدر الأخبار؟ لأن نشرت مؤخرا رسائل وصور وأسماء شخصيات اللي تواصلت معاه اللي جعل الناس يحقوا ويثار الجدل حول علاقته وتأثيره وسط النخب السياسية والاقتصادية. هاد الملفات بينت شكون كان كيدخل لعالم إبستين وشكون كان قريب ليه وشكون كان كيتواصل معاه، وهذا الشيء اللي خلق ضجة كبيرة. ولكن خاصنا نكونوا واضحين، وجود الاسم في الوثائق ولا في الصور ما كيعنيش بالضرورة أنه مذنب، ولكن كيطرح علامات استفهام كبيرة. الوثائق كانت تورد كيفاش كان كيستعمل الفلوس والنفوذ باش يسد الأفواه ويهرب من العقاب. التحقيقات ما زالت خدامة والصحف ما زال كتقلب في هاد الملفات، والسؤال الكبير هو واش الحقيقة كاملة غادي تخرج ولا كاين شي ناس كبار باقي مخبيين؟ قولوا لي الرأي ديالكم في الكومنتير، وما تنساش دير لايك وفولو باش يوصلك الجديد.